تدفني نفسك في الحياه عشان خلفتي، ده هو ده شايفه والله. ان احنا مش هنتفق كده يعني. لا احنا مش هنتفق خالص الحقيقه، ما هو ده اللي بيؤدي الى طلاقكم. باين. هبقى اقابلك يا حبيبتي عند المأذون ان شاء الله. مش انا راضيه عامه. ماشي. ده The Blind Parent Show، ودول اتنين ما يعرفوش حاجة عن بعض. كل واحدة فيهم مش شايفة التانية، وبينهم الحيطة دي. البلايند شو بتاعنا عبارة عن 2 راوندز، كل راوند بينزل لهم سؤال له علاقة بالمشاكل اللي بتقابل الأمهات لازم يجاوبوا عليه. بعد كل راوند كل واحدة هتدي ريتنج للتانية على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي. وفي الآخر قبل ما كل واحدة تعرف هي كانت مع مين هيقرروا هما متفقين وحابين يبقوا صحاب بعد البرنامج ولا لأ. ودلوقتي معانا الراوند الأولى وهي أسلوب التعامل مع الأخطاء، والسؤال فيها لو ابنك أو بنتك رجع من المدرسة وقالك إنه اتخانق مع أصحابه هتعملي إيه؟ هفهم منه ايه اللي حصل وبعد كده هبتدي اوجه سلوكه. مش عارفه، حاسه انه فكره ان انا على طول اوجه سلوكه دي، ما اكيد في حاجه حصلت خلته يعمل كده. بناء على اللي فهمته منه هشوف ايه اللي ممكن اعمله معاه، لكن مش هبقى مجهزه يعني حاجه هعملها معاه قبل ما اسمع. ماشي، بس يعني لو فرضنا انه حتى لو هو الغلطان هتعملي معاه ايه؟ كلنا بنغلط، بس ايه اللي دفعه للغلط؟ هل دفعه للغلط ان هو كان في تعصبات مثلا، سلوكيات من زمايله قديمه فهو لقى فرصه ان ينتقم منهم دلوقتي، كان شاف حاجه في التلفزيون زي اللي هو اتعرض لها فعايز يقلدها، سمع حاجه من حد اكبر منه في المدرسه فحب يقلدها، اكيد هيبقى عنده سبب، فلازم اسمع السبب. لما اسمع السبب بقى هعرف اتعامل معاه. ماشي، هو كده كده مش هعاقبه يعني، بس انا كمان شايفه انه معاكي حق. بس لو هو طلع غلطان اكيد هياخد عقاب، بس العقاب ده لازم يبقى منه هو، وهو اللي ممكن يقترح العقاب ده. يعني انا دلوقتي عملت خطأ في حق البني ادمين، طب يبقى ربنا قال لنا ايه؟ لازم يبقى عنده مرجعيه. ربنا قال لك ايه؟ البني ادمين لازم يسامحوك، يبقى زميلك ده لازم يسامحك، روح صالح زميلك. ما هو لو غلط في حقه يروح يصالحه ليه؟ ما احنا هنشوف بقى، ما ده اللي احنا سمعناه. ماشي. ودلوقتي جه الوقت اللي تقيموا فيه إجابات بعض. ودلوقتي معاد الراوند التانية وهي تضحيات الأم، والسؤال هنا من وجهة نظركم إيه هو ليفل تضحيات الست بعد ما تكون أم وليه؟ لا طبعا ما ينفعش تضحي ليه اصلا؟ فوريفر. يعني ايه فوريفر؟ يعني تضحي عشان ابنائها بكل حاجه، اهم يعني حاجه انهم يعيشوا حياه نفسيه واجتماعيه سليمه علشان تبني مجتمع سليم. لكن هي لو كل واحد فينا هيقعد يفكر ان انا رقم واحد انا وانا متطلباتي ايه، اول حاجه هيفكر فيها الانفصال. لا، والولاد بقى هم الضحيه، فالام لازم تستحمل شويه. وبعدين الفكره في ايه يا جماعه؟ يعني عشان انت بس لسه مامي جديده، الفكره ان انت مهما تعرضتي للضغط دلوقتي تاكدي ان الساعه اللي جايه مختلفه عن الساعه اللي فاتت. لو سكتي بس شويه وهديتي وما ولعتيش الدنيا، الساعه الجايه دي هتلاقي في شوكولاتايه جايه، هتلاقي في كلمه حلوه اتقالت، هتلاقي الموضوع خلص تماما. لكن فكره ان انا يعني ايه انا ما بقتش انا، احنا بقينا احنا. فبما اننا في احنا، وانا طب ما انا موجوده، طب ما انا عايشه، طب ما انا كمان لازم ابقى مبسوطه عشان اعرف ابسطهم، انا كمان لازم ابقى كويسه عشان اعرف اخليهم اسوياء نفسيا. انا هاثر عليهم، وانا لما اضحي لهم وهم هيجوا يوم ويكبروا مش هيفتكروا ان انا ضحيت لهم بحاجه. عشان انت كنت بتضحي وانت حاسه انك بتضحي. هم يعرفوا منين؟ انت اللي حاسه وده بتسقطيه على تصرفاتك. المفروض انك بتضحي علشان انت مش حاسه انك بتضحي، انت حاسه ان هي دي الحياه العاديه. تخيلي مثلا انك عملتي كيكه، حطيتي لبن على بيض على سكر على دقيق، تنفع اللبن يجي يقول انا لبن؟ انا مش كيكه، انا انسانه. العيله بقت كده، بقت ميكس، ما بقاش ينفع حد يخرج منها ويقول انا. العيله بقينا احنا بقى يا جماعه. انت تصرف زعلني، انا ما كانش قصدي ان انا ازعلك، انا مش عارف ايه، الناس تهدى على نفسها، الدنيا بتعدي وتبقى الدنيا كويسه. ولو ما عدتش اعمل ايه يعني؟ ما مش هتعدي لو انا حاطه في دماغي ان انا مش مبسوطه، لو انا حاطه في دماغي ان انا مش هتعدي. ما انا مش مجنونه، ما هو انا اكيد مش مبسوطه عشان انا مش مبسوطه. فانا طول ما انا بدور على انا هشوف انا دي هتوصلني لغايه فين، هتوصلني لغايه لما ارمي عيالي في الشارع واقول انا مبسوطه. ادفن نفسي بالحياه يعني عشان خلفت؟ تدفني نفسك في الحياه عشان خلفتي؟ ده هو ده شايفه والله. ان احنا مش هنتفق كده يعني. لا احنا مش هنتفق خالص الحقيقه، ما هو ده اللي بيؤدي الى طلاقكم. باين.
هبقى اقابلك يا حبيبتي عند المأذون ان شاء الله. ماشي، انا راضيه عامه. ماشي. ودلوقتي جه الوقت اللي تقيموا فيه إجابات بعض. التقييم. اهلا بيكم في حلقه جديده من على الكنبه. واضح ان خناقه الامهات دي مش هتخلص. الحقيقه ان اللي شفتوه ده تسخين بس لموضوع حلقتنا النهارده. افرد يا باشا، افرد مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. طول عمرنا بنسمع عن خناقات جيل اهالينا اللي هم جيل اكس مع الجيل الاصغر منهم اللي هم الميلينيالز في موضوع تربيه الاطفال ده، بس عمرنا ما كان بيجي في دماغنا مقارنه اهم مع جيل كبر وبقى فيه منهم دلوقتي ابهات وامهات اللي هم جان زي. انا عارفه ان الموضوع يخض، بس دي حقيقه. كلنا عارفين ان الاجيال بتختلف في كل حاجه، بالذات في موضوع تربيه الاطفال ده. بس هل يا ترى اختلاف الاساليب ده معناه ان الجيلين دول اللي هم جان زي والميلينيالز مش قادرين يتفقوا على هدف واحد في تربيه ولادهم؟ الحقيقه لا. امهات الجيلين دول متفقين ان هم عايزين تربيه ايجابيه لولادهم، بس باشكال مختلفه، لكن في الاخر الهدف واحد: عايزين نربي ولادنا بطريقه تخليهم اشخاص احسن وتخلينا قادرين نفهمهم اكتر. لو فصصنا الموضوع اكتر وبدانا مثلا بممارسات التربيه اليوميه العاديه، هنلاقي ان الامهات الميلينيالز بيمارسوا اسلوب تربيه مع اولادهم نقدر نقول عليه انه تربيه متساهله شويه، وده الحقيقه مش بايديهم لانهم كبروا في بيئه تربويه تقليديه، فبيحاولوا يعوضوا ده معظم الوقت في ولادهم، انهم مش عايزين اللي حصل معاهم يتكرر مع اولادهم. يعني بيمشوا بمبدا فاقد الشيء يعطيه، بس هم ايديهم فرطه شويه. نتيجه ده ايه؟ تربيه متساهله بتركز على الحنيه والتفاهم بس بتوقع في طريقها حاجات تانية مهمة. دراسة من PMC بعنوان Why Some Children from Poor Families Do Well بتوضح إن أمهات الجيل ده بيحبوا يشجعوا ولادهم على التعبير عن مشاعرهم بحرية، بس بحدود واضحة، لكن من غير الضغط اللي كانوا هم بيتعرضوا له زمان. في نفس الوقت موقع Parent from Heart بيوضح إن التربية المتساهلة بتعتمد أكتر على التواصل بدل العقاب، التواصل من غير شخط وزعيق طول الوقت على الفاضي والمليان، لأن ده بيعزز شعور الطفل بالأمان. التخوف هنا ان للاسف الاسلوب ده من التربيه بيخلي الاطفال مش بيحسوا بالمسؤوليه، لانهم ما تعودوش ازاي يتعاملوا مع عواقب افعالهم وقراراتهم. دراسه من موقع Scientific American بعنوان How to be a better parent بتوضح ان الاسلوب ده من التربيه بيزود ثقه الطفل في نفسه، لكن بيودينا لمشكله اكبر، وهي صعوبه التكيف مع المواقف المهمه او الصعبه. جين زي بقى بيركزوا اكتر على المسؤوليه من الاول خالص. جين زي بيعتمد أكتر على التربية اللي بتخلي الطفل فاهم إنه جزء من منظومة كبيرة، قراراته وأفعاله بتأثر بشكل مباشر على حياته وحياة غيره. موقع Edge Early Learning بيوضح إن التوازن في وضع الحدود مع الحرية بيخلي الطفل يفهم قيمة المسؤولية أكتر. بس المشكلة هنا إن في أطفال ممكن يحسوا بضغط زيادة قوي عليهم بسبب المسؤولية اللي إحنا عايزين نحملها لهم، وده بقى اللي بيحتاج توازن دقيق قوي من الأهل. الأمهات الميلينيالز اللي وصفنا تربيتهم إنها تربية متساهلة شوية واجهوا صعوبة في إنهم يوازنوا ما بين حياتهم المهنية وبين تربية الولاد. دراسة من PMC بعنوان We Know Some Things Parent-Adolescent Relationships in Retrospect and Prospect بتوضح إنه الأمهات حاولوا إن هم يوازنوا ما بين حياتهم العملية وبين تربية الولاد، فاضطروا إن هم يضحوا بشغلهم كله أو بساعات من شغلهم. الصورة المثالية للأم اللي بتفرضها عليهم المجتمع بتحسسهم ان هم طول الوقت ما عملوش اللي عليهم، ونادرا ما بيتقدروا، ده لو اتقدروا اصلا. جين زي بيشوفوا انه التضحيات فكرتها مختلفه شويه عندهم. التضحيات مش بالوقت والفلوس، هم بيشوفوا ان التضحيه بالمجهود كمان اللي بيبذلوه عشان يخلوا اطفالهم عندهم شخصيه مستقله ومسؤوله. دراسه من بيو ريسيرش بتقول ان جين زي بيحاولوا يستغلوا التكنولوجيا والسكيلز بتاعتهم في التكنولوجيا ان هم يوفقوا ما بين حياتهم الشخصيه وما بين حياتهم المهنيه، بس للأسف الضغوطات اللي بيمر بيها الجيل ده بتخليهم يحتاجوا ان هم طول الوقت يعيدوا ترتيب أولوياتهم من أول وجديد. دراسة من The Atlantic وضحت ان أمهات الجيل ده بيحاولوا يخلقوا لأولادهم
بيئة مستقلة تساعدهم على إنهم ياخدوا قرارات، بس في نفس الوقت يحافظوا على التواصل جوه الأسرة. في النهاية التربية ملهاش قانون ثابت، كل جيل عنده طريقته وأسلوبه اللي بتعكس الظروف اللي هو عاش فيها. أهم حاجة إن احنا نحاول نتعلم من بعض ونوازن بين الحرية والتوجيه وبين المسؤولية والتساهل. يا جماعة احنا مش داخلين خناقة، ولا الميلينيالز ولا الأكبر منهم المفروض يقعدوا طول الوقت يصدروا أحكام على الأجيال الأصغر، ولا جان زي هم الجيل الفظيع اللي هيجي يصلح كل حاجة قبله. الزرعة عشان تطلع نبتتها حلوة لازم تسقيها بعقل، ولا تغرقها ولا تسقسق لها بالقطارة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنتس شايفين ان الجيلين دول فعلا هيكونوا احسن من اللي قبلهم، ولا لسه في شوية حاجات محتاجة تتظبط. اشوفكم الحلقة الجاية.